مرحبا، كيفكن؟ أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم حبيت أصور لكم فيديو مختلف عن باقي فيديوهاتي. اليوم الفيديو عبارة عن كيف بكون روتيني الصباحي أو روتيني بكل نهار لما بكون عندي دوام الصبح. مثل ما بتعرفوا أنا أم ل3 أولاد، فبخلال النهار شو بعمل وكيف يعني بقضي يومي. وهلأ هيك بلش يومي أكيد الصبح. كان كتير بكير، يعني بكون كتير بكير لما بطلع من البيت. شوفوا أنجا هيك الشمس بلشت تطلع، شوفوا الشجرات الحمر كمان ما شاء الله قد ايه حلوين. واليوم الطقس كان كتير كتير بارد. هلا بلش يبرد الطقس بالسويد، حتى في مناطق بالسويد بلشت تتلج فيها، وتقريبا كل يوم في شتاء، فبلش البرد على المزبوط. وهلا انا بالفيديو اختصرت لكم كتير كتير كتير، اختصرت لانه اذا الصراحه بدي لحق وصور الروتين كامل الفيديو حيكون 24 ساعه. فمثل ما بتعرفوا نحن الامهات عن جد بنتعب كتير بخلال النهار، وتحضير للولاد والمدارس وهي القصص. فانا قبل ما اطلع من بيتي اكيد بكون حضرت لاولادي اغراضهم واكلاتهم وتيابهم وكل هاي الامور. واكل اكيد ياخذون على المدرسه معهم وكل هاي القصص. فبكون في تحضير كتير كتير الصبح، يعني بفيق كتير بكير لحتى لحق اخلص كل هالامور. هون وصلت على هيدا المكان اللي انا بشتغل فيه بهاي الفتره. ممنوع التصوير جوا اكيد، هيك صورت لكم شوي من برا وهيك بس شوي من جوا، يعني بشكل كتير يعني قصير لانه ممنوع التصوير. والفكرة من الفيديو انه التشجيع على كل النساء انه انتم بتقدروا تعملوا اي شيء انتم بتحبوه وقت اللي بدكم. وما يعني قد ما كان عمرها للست بتقدر تعمل شو ما بدها. ولو كان في ولاد، لو كان في مسؤوليات، دايما في عندك وقت تعملي انت الشيء اللي بدك اياه. هلا هون اكيد اول ما نوصل بنغير ثيابنا. مثل ما شفتوا غيرت ثيابي بالاول، رجعت غيرت ثيابي بالاخر لما اكيد خلصت على الاخر خلص دوامي. أه وهلا هيك بخلص وبطلع، بروح أكيد على السوبر ماركت، بشوف إذا ناقصني أغراض، شو ناقصني أغراض للبيت للطبخة. فبمرق على السوبر ماركت قبل ما إني أروح على بيتي لحتى أخلص أغراض الطبخة. هلا أكيد أنا من الصبح محضرة، يعني فكرت شو بدي أعمل، وطلعت اللحمة من الفريزر لحتى تدوب لأنه بدي أعمل كفتة اليوم. الكفتة أكلة سريعة بتخلص بسرعة. هيك برجع على البيت بلحق إني أخلص كمان أكل على السريع، وشوف شو في عندك قصص بالبيت ضب. شوف الأولاد، درس بنتي مثلا. فبكون عندي كتير اشياء تانية اني اعملها. فاكيد لما بكون عندي دوام خصوصي الصبح فما بلحق ابدا اني اعمل طبخة كتير، يعني بدها شغل محاشي او ورق عنب او هيك. جبت اغراضي من السوبر ماركت اللي ناقصيني ورحت دغري على البيت. هون فتت اكيد، فتحت باب البيت وبيهجموا علي الولاد دغري بيستقبلوني. هلا هن وصلوا قبل اليوم. فتت على البيت وطلعت لي بقى هالمفاجأة. فوت أنا على المطبخ بلاقي لكم هيك المطبخ، يعني شو بدي أحكي، الصبح قبل ما أطلع ما بترك ملعقة بالمجلة ولا كباية ولا شي، ما بكون في شي. المهم برجع بلاقي في قنبلة بالمطبخ. فبدي نظف قبل ما بلش بالطبخ، بس أكيد باخد لي هيك شي بسكوتي الشغلة بس إني بكون حموت من الجوع، بس لحتى هيك أقدر إني كمل هيك وأوقف على إجري وكمل نهاري. هيك أخدت لي بسكوتي على السريع، وهون نقعت الرز قبل ما أجلي الجاليات لأنه بتعرفوا بده شوية وقت الرز لحتى ينتقع. هون جليت وخلصت. ما بعرف أطبخ أبدا إذا في جلي بالمجلة، ما بعرف أبدا إذا في ملقعة، ما بعرف أشتغل بالأكل. فهيك حضرت البقدونس البصل واللحمة. هون الرز عم ينتقع، وهلأ بدي أحضر للكفتة. ولا شيء الكفتة ولا أسهل من هيك. اللحمة أكيد مفرومة على الناعم واللحمة مدهنة، فرمت بس البقدونس والبصل بمحضرة الطعام وبزيد لها بس رشة ملح ورشة فلفل أسود وبخلطها وخلص هيك صارت جاهزة. وأنا بعمل للولاد حد الكفتة رز، يعني الولاد بحبوها مقلية هيك بهالشكل اللي عم تشوفوه. بحبوها هيك، ما بحبوها مع بطاطا وبالصينية، بحبوها مقلية هيك مع رز أبيض. وأنا بحبها بالخبز، يعني بعملها لأنها كفتة عرايس، وللولاد بحضر لهم اياها هيك بهذا الشكل، كفتة مقلية مع رز أبيض حدا بحبوها كتير. أكيد كمان بياكلوا معها لبن. خبروني إذا بدكم نزلكم فيديو كيف حضر الكفتة هيك بالتفاصيل، كمان بحضر لكم إياها وبنزلها. هون بعد ما بنخلص أكيد الغدا والضب والجلي وكل هاي الأمور بنقوم بنبلش بالتدريس. فهيدي المرحلة يعني هي بتكون عن جد أصعب مرحلة بكل نهار، مرحلة تدريس بنتي. لأنه بياخد التدريس معي كتير وقت. ما بحب إنه تقعد يلا هيك إنه تدرس هيك على السريع نص ساعة وخلص، لا بحب إنه تاخد وقتها مزبوط وتركز مزبوط بالدرس. بعد ما بتخلص درس أكيد وبعدين بيتعشوا
بخلصوا أمورهم وبروحوا على النوم من غير شر. بقوم أنا آخر شي بعمل لإلي هيك شي سخن هيك بس لحتى أقعد أرتاح شوي مع نفسي. هلا مثل ما شفتوا هيك صارت الساعة 9، الأولاد بكونوا نايمين، وهلا هيك بقعد أنا هيك مع حالي شوي بشوف إذا عندي شي درس بدي أدرسه، عندي شي بالبيت بدي أعمله بخلصه، وبرجع بروح بنام لحتى أقدر كمان تاني يوم قوم ونرجع للروتين من أول وجديد. فهذا هيك الفيديو كان على السريع، حبيت شارككم كيف بكون نهاري. وإذا بتحبوا كمان صور لكم روتين لما بكون دوامي بالليل شو بعمل بخلال النهار وخلال الليل. وكمان إذا بتحبوا تعرفوا أو تشوفوا روتيني يوم العطلة اكتبوا لي بالتعليقات. وإذا عجبكم الفيديو كمان خبروني. ما تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا بالقناة، وبشوفكم بفيديو جديد. هلا بقولكم باي.